اسمي محمد وفي عمري 35 سنة. نسكن بالتحديد في ولاية بومداس. الخدمة تاعي واللي هي طاكسيات. المهم أنا يا متزوج وعندي طفل عنده 6 سنين، وعندي طفل جاي قريب. حياتي مع وليدي ومع الزوجة تاعي الحمد لله، ما كاين حتى مشاكل وما كاين حتى حاجة خاصتنا. عايشين كأي عائلة متوسطة في الجزائر، ولكن العوام هادو المعيشة غلات شوية، وكان على باليش الدراهم كيفاش راهم يخلصوا بالخف بين التريسينتي والماء والماكلة. وكما كان الحال المدخول صعيب شوية، ومن أنا يا طاكسيار ما عنديش مهنة ولا حرفة وحدة أخرى باش نزيد نخدمها وتجيب لي دخل إضافي. ما عليا غير نزيد سوايع وصايب في الخدمة تاعي، كشغل من نهار كومبلي وأنا خدام يبقى لي غير الليل برك. كما كان الحال قررت باش نزيد نخدم الليل، وكما كامل على بالكم الزبون تاع الليل يكون محتاج طوموبيل ولا ترونسبور باش يديه، يتسمى يخرسك بالدور، وفي نفس الوقت ما يعيش في راسك كيما الزبائن تاع الصباح. المهم الليلة الأولى اللي بديت نخدم فيها من المستحيل باش ننساها، وراني عاقل عليها كيما الاسم تاع وليدي. المهم كانت ليلة عادية جدا، وكانت أجواء 11 تاع الليل، وكنت أنا نتمشى بالطاكسي ونشوف كاش إنسان يحبسني ولا كاش واحد عطيه أمبان، والطريق كانت كامل فارغة، وكانت كالمة لواحد الدرجة ما تخيلوهاش. والناس اللي يخدموا الليل عرفوا كيفاش حسيت، كشغل المدينة مهجورة. كما كان الحال لحقت الوحدة تاع الليل خلاص، كنت مكمل الجولة تاعي، ولكن للأسف ما لقيت حتى إنسان في النهار هذا. أنا صحيح كنت راجع للدار، ولكن بالصدفة شفت واحد الشيخ كبير في العمر وكان واقف على الحاشية تاع الطريق، ولكن ما كانوش يبانوا لي الملامح تاوعو من بعيد، حتى بديت نقرب منه غير بعقل بعقل. ولكن كان لابس واحد القجابية مغطيت له كامل الملامح تاع الوجه تاعو، وانا غير اقتربت منه حتى بدا يريش لي بيديه باش نقاري. يتمشى بالعناية طاكسيار، وحاجة باينة راهي خاصاتو توصيلة. الحمد لله أول زبون في الليلة هذه. كي حبس بالطوموبيل وهبط الكارو تاع زداج باش نسقسيه، ما طلع عليا من الكارو ما سقساني ما قالي سلام، فتح ديركت الباب تاع الطوموبيل وطلع. والحاجة الغريبة يا خوتي انه كي طلع وقعد في الطوموبيل من الخلف قعد في الوسط، وما قعدش ادروات ولا اكوش، وانطق بواحد الصوت خشين وقال لي ديني المقابرة. صراحة انا لهنا شوكيت شوية، وقلت في بالي شكون اللي يقدر يروح للمقبرة على الزوج تاع الليل. قال لي نعم ايه اديني المقبرة دروك. بيني وبينكم يا خوتي كنت مقلق وموسوس، وفي نفس الوقت كنت خايف منه نوعا ما، وقلت بالك يكون مشعوذ ولا بالك يكون انسان سحار ولا كاش ما غادي يدير في المقبرة هذه. عيا باش نكسر هذاك الصمت الطويل اللي كان في الطريق، قلت له واش خويا عندكم جنازة غدا ولا شاي؟ ريبوندالي وقال لي لا لا ما عندناش. والإجابة تاعو كانت مختصرة لواحد الدرجة ما تأمنوهاش، يعني كشغل راه يقول لي غير ما كان تهضر معايا وغير ما كان تسقسيني. في نفس الوقت كنت نسي نشوف المرايا اللي كانت مقابلتني، ونسي باش نشوف الملامح تاع داك السيد، وكيف كيف ما بانت لي حتى حاجة، وكانت تبالي غير شوية من اللحية تاعو، لأنه هذيك القشابية كان مغطي بيها نص تاع الوجه تاعو. ويا خوتي باش تفهموا مليح، الطريق تاع المقبرة ما كانش بعيد عليا بزاف، موطا واحد 15 دقيقة ونكون نتم، ولكن إلى حد الآن مازال ملحقناش. والحاجة اللي تخوف أكثر أنه نص ساعة سوقة ومازال ما وصلناش للوجهة تاعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لأنا فهمت بلي هذاك الإنسان مراش إنسان طبيعي، وبديت نحس بواحد السخانة تطلع لي يا خوتي الله لا يجوعكم. ولهنا سييت نكسر هذاك الصمت وقلت له اسكو نكملوا ديريكت ولا من تحت مشو طالعين، على خاطرش من تحت تكون قريبة شوية، على خاطرش هذيك المقبرة عندها زوج دخلات. وكيف كيف ريبوندالي بواحد الجواب بارد وقال لي كمل ديريكت. ويا خاوتي كنت نحس بواحد السخانة في الوقت هذا غير ربي اللي عالم بها، حتى يدي والجسم تاعي كامل بدا ينمل، ولكن كملت غير بعقل وقعدت نسوق حتى لحقت الطريق تاع المقبرة هذيك، الطريق اللي كانت أغوش عليا. أنا طالع مع طريق ورايح للبوابة تاعها، وكنت نمشى في الطريق اللي تدي للمغسلة تاع الموتى، بعدها تجي الدخلة تاع المقبرة. لهنا يا خاوتي درت ليه باش نسقسيه، وقلت له اسكو نحطك هنا ولا نكمل ديرك للدخلة تاع الفوق. ويا خاوتي كي درت ليه سطو مكاش، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذاك الانسان كاع ما كانش الريحه تاعو في الطوموبيل تاعي، وكاع ما كانش الصوت تاع اللي فتح لي الباب ولا تغلق. وين راح يا خوتي هذاك الانسان؟ غير ربي اللي اعلم به. في هذيك الدقيقه نشف الدم فيا يا خوتي، والادرينالين لحق لواحد المستوى طالع بالبزاف، وكاع ما حوش نفهم، وقلعت بكامل السرعه اللي عندي، وكنت مولي ديريكت للدار. المهم وانا مولي للدار كان واحد الانسان حال كشغل بيرو طابا، كنت موالي نمشي من عنده وكان مازال مفتوح. المهم هبطت شريت عليه الماء وغسلت وجهي وتنفست شويه، وقعدت نقنع في نفسي باللي هذاك شغل تخيل ومكانش منه. بعدها عاودت طلعت في الطوموبيل وقلعت ورحت للدار، ومن كثرة اللي كنت بزاف عيان ما فقش مع روحي كيفاش داتني عيني ورقت. ولكن رقدت واحد الجوج سوايع حاطهم في المخلوع بعد ما شفت واحد المنام، وهذا المنام جاني في نفس الليلة اللي وصلت فيها هذاك الإنسان من مقبرة. كشغل راني عايشها مانيش النوم، لأنه واش عشت في هذه الليلة عاودت عشتو وشفتو سوا سوا داخل المنام. شفت هذاك الإنسان كان راكب معايا وأنا داخل الطوموبيل ونسوق، وكنت مقلع بكاع واش عندي، ولكن ما كنتش قادر نتحكم في الفولا. ولكن كاع هكاك وكنت مكسيري ورايح ديريكت للمقابلة، والضباب كان قوي بزاف الطريق، يعني كيفاش كنت قادر نشوف الله أعلم. وفي نفس الوقت كنت نسمع في واحد الصوت جاي من المقابرة، الدالة تاعك راهي جاية وغير ما تقلقش. في هذا الوقت نوض مخلوع يا خالتي وكنت نسيب بعرق بسبب هذاك المنام اللي شفته. لا حول ولا قوة إلا بالله. من بعد الزوجة تاعي جات وهدأتني وجابت لي الماء وغسلت، وقالت لي استغفر وما كاين والو. وكما كان الحال حكيت لها كل حاجة، ما زدت ما نقصت عليها. وقالت لي ما تجيش تخدم خدمة تاع الليل هذه، معليش غير بعقل بعقل، ونعيشو على قدنا وقد حالنا، خير من اللي تخدم في الليل وتولي تشوف في صوالح في يسار. المهم بعدها نط وصليت، وكانت السبعة تاع الصباح. موراها تقهوينا ولبست قشي وخرجت باش نخدم على روحي. وكي رحت تلقيت بصاحبي محمد، وصاحبي محمد يخدم تاكسيور كيما انا، وكنا حنا دايما نتلاقى. وحكيته على هذه الليلة وعلى التوصيلات هذاك الإنسان، وما حكيت له على واش شفت في المنام. المهم حكيت له كل حاجة بالتفصيل الممل. ويا خوتي ما قاليش راك تخيل ولا راك تكذب ولا بلا كنت عيان، لا لا، قال لي راني مأملك يا خويا ونوصيك ونزيد نعاود بالك تفوت على هذيك الطريق بالليل، لأنه بزاف ناس حكاو على هذيك الطريق وصراو لهم وشافوا هاد الأمور ماشي ملاح، يتسمى غير خطيك منها في الليل وانسى واش باش هو ثاني ينساك. لأنه يا خويا محمد هذه الطريق معروفة عند التاكسيور بلي راهي دونجي في الليل. حمد ربي سبحانه أنه ما صرالك والو من جهة صحتك العقلية أو حتى الجسمية. بلاك هذه الخضراء ولا الليلة هذه سلكت، ولكن الخطرة الجاية ما تقدرش تعرف واش غادي يصرالك، يتم غير خطيك من هذيك الطريق. ويا خويا محمد هذو هما الكلمات اللي قالهم لي، ولا الجواب اللي جاني من عند صاحبي بعد ما حكيت له واش عشت واش شفت في هذيك الليلة، وحلفت وقلت كاع ما نزيدش نخدم ونوصل بالليل سورتو بالطريقة هذيك. والحكاية ما حبستش هنا يا خاوتي، خليني نقولكم باللي في هذيك السمانة زادت صارت لي واحد الحادثة اللي خلعتني بالبزاف وأثرت فيا، اللي عندها علاقة بابني الصغير. أيا في واحد الليلة من الليالي كنا راقدين بشكل عادي جدا وكيما كامل الأيام، من بعد نضنا على الصوت تاع وليدي وكان خايف ويعيط بأعلى صوت عنده. المهم وحنا نجرو عنده وكرميناه، ولكن مع الأول ما كانش طايق ينطق، ولكن قعد غير يبكي. ولكن بعقل بعقل قريت له القرآن وشربنا له الماء مرقي باش بدا يتكلم غير بعقل. تخيلوا واش قال لي يا خوتي، قال لي شفتك ونمتك في المنام وكنا حنا راكبين بطاكسي انا وانت، وكان راكب معانا واحد الشيخ وجهه كحال ويخوف. المهم كان مضارب معاك ويعيط. حتى بعدها درنا اكسيدو وقع متنا. سبحان الله كيفاش لحقت هذه الحكايه الولد الصغير. بعدها در ديريكت للزوجه تاعي، قلت لها اسكو حكيتي له القصه اللي قلتها لك؟ قالت لي امبوسيبل نحكي قصه كيما هذه لطفل صغير، يسمى كيفاش عرف بهذه القصه ولا حس بها. وهذاك الشيخ تبعوه حتى المنام. والنهار اللي بعده جويه السبعة هكا كانت عندي واحدة طلبية، وكان لازم عليا نفوت على هذيك الطريق تاع المقابرة، وكان الليل بدأ يطيح وبدات تظلم الحالة والمغرب كان أذان. أنا فايت من تم حتى سمعت بعد الصوت جاي من ورا الحيط تاع المقابر وكان يعيط بالاسم تاعي. وهذا الصوت يمسكم علاش خلعني يا خوتي،
ماشي كي كان يعيط باسمي، وإنما كي كان يعيط بصوت ولدي. كما كان الحال بدلت المدينة كامل أمام خدمتي، وليت نخدم مع هذا الإنسان من المخبز نتاعو اللي اسمه عمي حميد، والحمد لله الخدمة كانت ما شاء الله، والدخل ما كانش كبير، ولكن كانت فيه بركة ومكفينا ومكفينا أنا وولادي والعائلة تاعي بصفة عامة. أنا خفت بعد ما زدت سمعت هذاك الصوت، سورتو كي دخل هذاك الشيخ المنام تاع ولدي. صراحة ما بغيتش نزيد الخبر، أصلا كنت في حالة صعيبة بالبزاف، وكنت نعاني في هذه الخدمة، وهذه هي حكايتي. لهنا خوتي خواتاتي نكون وصلنا لنهاية القصة تاع اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد إن شاء الله، وملتقى في فيديو جديد من فيديوهات العشرية السوداء وقصص الرعب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.